ازيك يا عزيزي الاهلاوي؟ طبعا انت عارف انا جاي النهارده هعمل ايه. الحلقه كلها تطبيل لمستر كولر. ايوه زي ما سمعت كده، الراجل ده بيعمل انجازات صعب جدا تتخيلها بالقماشه اللي معاه دي. هتقولي عادي، ما موسيماني برده كان معاه اللعيبه دي وبرده عمل الانجازات دي، بس فكره ان انت تحافظ على شخصيتك محلي وافريقي وعالمي دي ما شفتهاش غير مع كولر. وده لان انت بتلعب بنظام وسيستم واحد. فعشان ما نرغيش كتير، لو اول مره تشوفني اخبط اللايك على الفيديو ده ويلا بينا نخش ندردش في الحلقه شويه. طبعا الحمد لله كسبت سياتل ساوندرز، وهتقابل ريال مدريد في ماتش رسمي بقى المره دي مش ودي، قبل نهائي بطوله كاس عالم انديه. فخر ما بعده فخر. النادي الاهلي دايما شرف لاي حد بينتمي ليه، ومحظوظين اللي اتولدوا لقوا نفسهم بيشجعوا الاهلي. لو هنتكلم على الماتش ده لازم نرجع قبل الماتش شويه. النادي الاهلي لاعب فريق اوكلاند سيتي من يومين ثلاثه، اما فريق سياتل ساوندرز فجاي من معسكر اعداد، والفريق لسه بيبدا وبيقول يا هادي في الموسم بتاعه. عشان كده رتم اداء النادي الاهلي ما كانش زيه قدام فريق اوكلاند سيتي. طبعا في فرق بين اوكلاند سيتي وبين سياتل ساوندرز، لكن النهارده ما تحسش ان اللعيبه شايله رجليها كده وتحس ان هي بتجري بالعافيه. ده طبعا نتيجه ان البطوله المجمعه دي مضغوطه جدا، والنادي الاهلي بادئها من الاول خالص. المفاجاه ان قبل الماتش احنا كنا سامعين ان سياتل ساوندرز ده فريق بيطلع نار من بقه، وبالذات خط هجومه خط مرعب، واي فريق بيقابله بيلبسه اربعات وخمسات. لكن برضو الحقيقه احنا ما شفناش ده قصاد النادي الاهلي. ما هو ده الانجاز اللي عامله كولر. انت كنت هجوميا مش احسن حاجه، بس في نفس الوقت فريق مرعب زي ده هجوميا ما عملش عليك اي مشكله. ماسك الكوره وبينقل وانت مش عارف تعمل باصتين ثلاثه على بعض عكس الماتش اللي فات، الا ان انت في المجمل كده الكرة كلها في نص الملعب. المفاجأة بقى يا باشا ان اول 10 دقايق مستر كولر نازل يهاجم، وبنعمل لمسات وبننقل، وفريق سياتل ساوندرز راجع في نص ملعبه، لدرجة ان احنا قلنا اما كل الكلام اللي كنا بنسمعه على الفريق ده ايه، وحسينا ان الماتش سهل وممكن نكسب من بدري كمان. لكن بعد ربع ساعة بعد كده زي ما بنقول مرحلة جس النبض الفريق سياتل ساوندرز، بدأوا يمسكوا كورة ويطلعوا علينا. والحقيقه الفريق فيه لعيبه ممتازه جدا بالذات في الشق الهجومي، ما كناش قادرين نجاريهم الى حد كبير. السرعات عندهم اعلى مننا بكتير، لكن برضو محمد الشناوي ما نقدرش ان هو نقول وقع في اختبار حقيقي او شال انفراد او كده. وبالتالي ده يحسب لمستر كولر ان انت التنظيم الدفاعي بتاعك الى حد ما كان كويس جدا. ورغم ان انت كان مقابلك ان النهارده ثلاثي خط النص اللي انت بتعتمد عليه بشكل كبير جدا في كل ماتشاتك ما كانش في احسن حالاته، بالذات حمدي فتحي واليو ديانج، الا ان انت برضو ما قدروش يشكلوا عليك الخطوره اللي هم عايزينها. ما هو انت اللعيبه بتاعتك مش هتفضل توب فورم على طول، في ماتشات هيقعوا منك، وفي ماتشات هيبقوا في الوسط، وفي ماتشات هيبقوا عاليين قوي. المهم ان انت لما يقع منك او يحصل دروب في اللعيبه ما يبقاش الاداء كارثي وتطلع بمصيبه، وده اللي مستر كولر قدر يعمله. ورغم ان مستر كولر بدا الماتش ده بتغيير الثلاثي الامامي كله، يعني غير محمد شريف ونزل كهربا، غير حسين الشحات ونزل بيرسي تاو، غير احمد عبد القادر ونزل طاهر محمد طاهر مش على عدلته. طبعا ده يعمل ربكه في الفريق كله، لان الخط الامامي ده بيساعد معاك في الهجوم وفي الدفاع، وكهربا وبيرسي تاو ما كانوش احسن حاجه على صعيد اللياقه او بشكل عام في الاداء الدفاعي. ورغم كده برضو سياتل ساوندرز ما عملش عليك مشاكل. طب مستر كولر ليه بنقول عليه جامد؟ يعني لانه عمل حاجتين مهمين جدا. اول حاجه ان هو ذاكر الفريق وعارف انه لسه بادئ السيزون، ويعني بيقول يا هادي كده، فعارف ان حتى لو قدروا يجاروك 60 دقيقة بعد 60 دقيقة مش هتلاقيهم. فالراجل كان عايز يحافظ على شباكه نظيفة لمدة 60 دقيقة، واخر نص ساعة او تلت ساعة هو اللي هيحاول يخطف فيهم جول. النقطة التانية قلناها ان رغم ان انت ما كنتش قادر تطلع هجوميا على الفريق او تعمل هجمات بشكل كبير، الا ان انت كنت منظم دفاعيا بشكل كويس جدا، في حدود كمان مستوى اللعيبة اللي عندك اللي ما كانوش في احسن حالاتهم. يبقى من الحبة اللي احنا قلناهم نقدر نستنتج شكل الماتش ان هو 60 دقيقة كورة محصورة في نص الملعب، مع فريق سياتل ساوندرز اكتر شوية والاستحواذ اعلى شوية، لكن مفيش خطورة لحد يا باشا ما بدأ الضغط بتاعهم يقل والمخزون البدني بتاعهم يقع. يقوم الملعون بتاعنا في الدقيقة 62 بالظبط يبدأ ينزل بكتيبة الإعدام بتاعته، طلع كهربا وطاهر وحمدي، ونزل شريف وقفشه وعبد القادر. ومن بعد التغييرات دي يا باشا الحال بقى غير الحال. 6 دقايق بالظبط بعد التغييرات ونلاقي اول هجمه للنادي الاهلي في الدقيقه 68. انت متخيل اول هجمه للنادي الاهلي في الماتش كله نقدر نقول عليها هجمه محترمه في الدقيقه 68؟ قطعت الكوره ووصلت لاحمد عبد القادر، وقدرت تطلع بهجمه مرتده بشكل كويس جدا، ويلعبها احمد عبد القادر لمجدي قفشه اللي يشوطها كده بطرف رجله وتيجي جنب القائم، ونبدا نشم ريحه خطوره للنادي الاهلي. معانا تعبان بره على الدكه، والله تعبان. وفي الدقيقه 71 نبدا نلاقي هجمه لبيرسي تاو يشوط كوره بشماله جنب القائم، ونبدا نلاقي النادي الاهلي بيزيد عدديا في نص ملعب سياتل ساوندرز اللي خلاص ما بقاش قادر يجاريك
من حيث المجهود، فيبدا يرجع لورا وتبدا تشم ريحه خطوره للنادي الاهلي. تقسيمه الماتش دي من عند كولر مش عند حد تاني. لحد الدقيقه يا باشا 88 مجدي قفشه عم القواضي كلها يخلص بجون جميل جدا. الناس تقول لك يا عم ده محظوظ وماشيه معاكوا كفته، طب ما كانت ممكن تيجي اول كوره بدل ما تيجي في العارضه تيجي في الجون، وكان هيبقى جون جميل وشكله حلو. اشمعنى دي ما قلتش عليها فيها سوء حظ يعني؟ وطبعا جون في وقت قاتل يخلص الماتش 1-0 عشان نصعد ونقابل ريال مدريد. انجاز ما بعده انجاز. السنه اللي فاتت تقابل بايرن ميونخ، السنه دي تقابل ريال مدريد، وغيرنا قاعد بيخسر من اسوان. وطبعا الباشا بتاعنا قبل ما الماتش يخلص يسحب بيرسي تاو وينزل رامي ربيعه عشان يامن الدنيا ويضيع شويه وقت، وفعلا الماتش يخلص 1-0. يلا بينا نروح على الملاحظات. الملاحظه الاولى ان كلنا استغربنا بدايه التشكيل، خصوصا ان هو كان فيه خلل في الاداء بتاعك لما تلاقي الجبهه اليمين اللي كانت مميزه جدا عن طريق حسين الشحات ومحمد هاني اتقلبت وطلع حسين الشحات ونزل بيرسي تاو. والتفاهم بين تاو ومحمد هاني مش قد كده، خصوصا ان بيرسي تاو لما كان بيلعب كان بيعتمد عليه كمهاجم اساسي في الفتره اللي قبل ما يتصاب فيها. في نفس الوقت كمان سحبت محمد شريف اللي متالق وبقاله 3-4 ماتشات بيسجل اهداف، وتنزل محمود عبد المنعم كهربا، وطلع احمد عبد القادر اللي الى حد ما عامل جبهه فيها تفاهم بينه وبين علي معلول، وتنزل طاهر محمد طاهر على غير عدلته ومش في مكانه، والتفاهم بينه وبين معلول مش احسن حاجه، وبالتالي انت عملت خلل في اداء الفريق، فاكيد الناس كانت بتتفرج متضايقه. لكن لما تبص على السيناريو كله بعد ما الماتش خلص وتفهم ان هو كان شايل الناس دي كلها عشان ينزل بيها دم جديد قصاد فريق منهار بدنيا، تعرف ان هو صح واحنا غلط. حقك على راسنا يا عم البارون. الملاحظه الثانيه وهي خاصه باحمد عبد القادر، واحمد عبد القادر مهاراته كويسه جدا وبيعرف يحتفظ على الكوره بشكل كبير والكنترول عنده كويس، ولكن عنده مشكله كبيره جدا ان هو بيزودها بشكل بصراحه مستفز. النقطه الثانيه في الاشبال وهم عيال صغيره دايما يقول لك ايه، ارفع راسك فوق وانت بتلعب. احمد عبد القادر ما بيرفعش راسه من الكوره ومن على الارض. بيفكرني والله يمسيه بالخير الكابتن ياسر ريان، بس على الاقل ياسر ريان كان بيرمي الكوره وراجل حصلني، انما احمد عبد القادر فيه هجمات كتير جدا ممكن يبقى هو فيها نجم اللقطه، او عمل باص وودى واحد للجون. التعطيل ده فعلا يا احمد يعني نفسي ترجع تتفرج على ماتشاتك تاني وتشوف لو انت بس رفعت عينك هتريح كتير قوي. يا عم عدي واحد وخلاص، مش لازم تعدي الفريق كله، ما بنلعبش معانا ليونيل ميسي والله. النقطه الثالثه وهي خاصه بمستر كولر. اعتقد لحد ما وصلنا الماتش ده كده مستر كولر عن الفتره اللي قضاها مع النادي الاهلي فتره نجح فيها بامتياز. الماتش الجاي قصاد ريال مدريد مش عايزين منه حاجه خلاص، نطمح ان احنا نعمل ماتش كويس ونعمل اداء كويس ونرخم على ريال مدريد، فكتر خير الراجل قوي لحد كده. كل اللي احنا طالبينه منه ان اللعيبه تنزل تمتع نفسها وتعمل اداء وشكل كويس قدام ريال مدريد، ومين عارف خلينا نحلم. النقطة الأخيرة وهي خاصة بالنادي الأهلي وشرف الانتماء للنادي ده. من أنظف الحاجات في مصر وفي أفريقيا النادي الأهلي، والانتماء ليه فخر. محظوظين اللي اتولدوا ولقوا نفسهم أهلاوية، فربنا يديم النادي الأهلي نعمة علينا. الأفضل بالنسبة لي النهاردة كان محمد عبد المنعم ومحمد مجدي قفشه. محمد عبد المنعم في الأداء الدفاعي كان ممتاز جدا، بيتوقع الكرة بشكل كويس جدا، ومحمد مجدي قفشه من ساعة ما نزل هو اللي شكل معظم الخطورة وقدر ينهي الماتش بالفوز عن طريق الهدف اللي جابه. اما بالنسبه للأسوأ النهارده كان حمدي فتحي وديانج، وتحديدا الاثنين دول اعتقد كانت القصه كلها مجهود بدني من المجهود اللي عملوه في الماتشات اللي فاتت وفي ضغطه الماتشات. فاعتقد لما يرجعوا تاني للدوري هنبدا نشوف مروان عطيه من بدايه اللقاء عشان نريح اللعيبه دي، عشان لا قدر الله ما يحصلش اصابات ولا حاجه. وكمان محمود عبد المنعم كهربا. النهايه الف الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره الانجاز دوت، وان شاء الله نستمتع بماتش الاهلي مع ريال مدريد. ده كان كل حاجه النهارده، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. السلام عليكم.